اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. سنة سعيدة عليكم، ويا رب يجعلها عام سعيدة علينا وعلى أمة محمد وعلى كل الأمة الإسلامية نفر ونفرين وإخواتنا المسيحيين. كل سنة وأنتم طيبين وأعياد ميلاد سعيدة عليكم جميعا. تعالوا مع بعض نعمل رز بلبن عشان شوشو كان عاوز. احنا طبعا حطينا الرز بتاعنا، حطينا كوباية ونص رز، وحطينا عليها مية وحطيناها اتفتقت. هو الرز لما بيستوى كده اسمه اتفتق، ماشي؟ مستوى لا اسمه اتفتق، ماشي. وبعدين نزلنا عليهم باللبن 2 كيلو لبن مع التقليب. اهم حاجه ديك ما تسيبش من التقليب. قلب ايوه قلب، احزان وجاع وكل حاجه. ما خليني احزان كان غلط. بص بقى يا ولاد، السكر ده وخليني ساكته بدل ما اقسم بالله سايلك في الفيديو. لا خلاص. السكر ده على حسب الرغبه، يعني كل واحد يحط على حسب ما هو بيحب. الحاجه مسكره عشان ما يبقاش مر الايام ومر السنين. كفايه مر السنين، ايوه كفايه مر القرارات ركزوا معايا. محدش يجي مع شوشو سكه عشان القرارات دي مضايقاني. شوشو ملناش دعوه بيها. طبعا انا حطيت سكر تاني لان انا حسيت انه عايز سكر، وهحط سكر تالت عشان انا بحب الحاجه مسكره. الناس عندنا هنا بيحبوا الحاجات مسكره. مسكره لا مسكره سكر زياده، ماشي. والحاجه السمراء اللي في الرز دي مش سكر يا ولاد. ما هو طبعا السكر بيتعبى اي حاجه، ماشي. سكر التموين. هو حد يفهمنا غلط؟ سكر التموين، واخدين بالكم انتم؟ حد يفهمنا غلط؟ ماشي. هقلب بقى مع التقليب المستمر. حطيت سكر تالت اهو، مش بقول لكم؟ سكر اسود جميل. لا ده سكر ده سكر ابيض وزي الفل وزي الشمس بتاع التموين. شوشو ما حدش يسمع لها يا ولاد، شوشو وحش قوي. شوشو مطبلاتيه. شوشو ساكته يا شوشو، خلوني ساكته يا شوشو. بصوا كل شويه دوق، خلي بالكم. وموقفه علي معايا بيدوق برضه، يعني هي مش بتدوق لوحدها. لا بنحب اراء الجماهير كلها. شوشو رجله وجعه. بصوا بقى، اهم حاجه التقليب، ايدك التقليب المستمر. معايا بقى كيس جيركوره. اسمه ايه يا جدعان؟ كريم شانتيه يا جماعه. دي كيس كريم شانتيه. مش جيركولا، لا هو كريم شانتيه يا ولاد. بقى هقلبه في حبه ميه، نص كوبايه ميه او نص كوبايه لبن، انتوا براحتك بقى. بس انا حطيت اللبن كله بصراحه يعني هنحط كيلو لبن؟ لا كيلو. ايه ده 2 كيلو ده 2 كيلو لبن. أيوه. الكيلو ب18 جنيه. اه وكمان نعمل الكريم شانتيه. لا حلو كده. وبعدين اللبن سمين على فكره. نهارتينا علينا. يا لهوي منك لله اللي في بالي. يا لهوي. بصوا بقى يا ولاد، حطيت هو انا نزلت بالكريم شانتيه ولا لسه؟ تخيلي نزلت لا لسه. حطيت عليه بقى معلقه فانيليا كده صغننه، يعني معلقه نونو، يعني نص معلقه على معلقه الشاي. اعذرونا، اصل مش كنت انا اللي بصور، فانا ما اعرفش هي عملت ده الكوش دعوه بقى، ده هبله دي. انا اللي صورت. ده اللول اللي بيصور. انزل بالشريكولا بقى في قلب جلوكولة كريم شانتيه يا ولاد، سيبكم منها، ده هبله اتجننت. واللولو واقف بيدوق ليه؟ لان هو احسن واحد بيحب الحلويات. النور اللي كان. بصوا بقى، هنزل بقى بالكريم شانتيه كده بقى واقلبه عشان يبقى حبه رز بلبن بقى فاخر من الاخر. اصل شوشو كان ده رز بلبن فاخر من الاخر. شوشو فعلا كلته كله. من شوشو كل الرز بلبن هم 3 اطباق اللي كلتهم، والله 2.5 طبق عشان بس الناس ما تتبلاش عليا. يا لهوي. وبعدين هو حد في يعني على اساس ان العيله دي ملايكه هيسيبوا كده بقنا مقطوب ومتخيط، مش بناكل. شوشو كلوا كله. غلبة انا أوي. الرز بتاعنا بقى فق عمل فوق واستوى بقى ولا بحطلوش نشا يا ولاد، ما بحطلوش نشا. هي ناقصه نشا، ما كفايه نشا. شافان ريق بس ما حطوش نشا بقى. فرغوا بقى في الاطباق. منك لله يا اللي في بالك. ده هتودينا في نصيب. دي اتكلم معاه انت كلمه. هيرشد عنا. الله يسلمها تسليم اهالي. يا عمر تسلم الايادي. كنت بقى بدل ما اقول
حاجات تانية. اسكتي اسكتي بقى انتوا والقرارات. في المعتقل تسليم اهالي. افتحوا لنا كتاب تاريخنا. قرار 20,000 جنيه. بغني لهم يا إبراهيم. جميل تحفة. طب ما انا بغني لهم اهو يا ابراهيم، اعمل ايه تاني؟ ماشي. انتوا بتتخانقوا في الفيديو. مش مغنيه يا عم. ايوه. المهم هنا ايه، بنعبي بقى الاطباق. نهارتين علينا. نهارتين علينا. نعبي اطباق رز بلبن. وهنا اللول بقى كان بيدوق بعد ما برد يا اولاد، ما هو بيبرد في ساعتها عشان احنا الدنيا ساعه اصلا. شوفوا بالكلسون بتاعه بشعره بحواجبه بكل حاجه. يا لهوي فضحوني. اللولاتي حلو الرز بلبن. كان جمال. كان جمال. شوفوا اخده وامشي ازاي، انا حرامي اصلا. شوفي قمر بحواجبه دي، قمر ده عسل يا بنت. شعره جميل ما بيدوق. كنتش حلاق الكلسون أصلاً. بتاعه. بص اخدته ومشي. بالكلسون اهم حاجه مش محدش بيلبس كلاسين التدفئة. مثلا الدنيا ساعه ما يلبسش كلسون. لا يلبس كلسون. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شفتوا رز بلبن يا ولاد؟ قمر شغل فاخر من الاخر. وهنا بقى حطينا بقى ايه جوز الهند وزبيب للناس اللي بتحب جوز الهند وزبيب. ولو وصلتوا لغايه هنا اكتبوا لنا تحيا مصر في الكومنتات. تسلم الايادي. ولا تزعلوا نفسكم. باي باي. دي سلام يا عادي.